يمكن لما اذكر قدامك كلمة جاسوس بيجي في دماغك فكرة واحدة، وهي شخص عايش في الخفاء وبيجمع المعلومات من غير ما حد يعرف عنه حاجة، وممكن يخلص على الضحايا بتاعته من غير ما حد يحس بحاجة، ودايما بيكون شخص غامض. لكن انا النهاردة جاي اتكلم معاكم عن حرب جاسوسية بين دولتين من اكبر الدول في العالم، وهما الصين وفرنسا. والحرب دي انت عمرك ما هتتخيل نهايتها كانت ايه، ولا هتتخيل الاحداث اللي حصلت فيها اصلا، وهتبين لك قد ايه ممكن الانسان يبقى كائن حقير ويعمل حاجات قذرة جدا في سبيل مصلحته. يلا من غير مقدمات كتير خلينا نبتدي في قصتنا النهاردة، اللي صدقني هتبقى مش مصدق نهايتها، وهتحس اني بحكي لك فيلم هندي، لدرجة انك ممكن تقول اني حاطة التاتش بتاعي على القصة يعني عشان اجيب مشاهدات وكده. لكن حابة اقول لكم ان كل الكلام اللي هيتقال دلوقتي هو كلام موثق بأدلة كتير جدا، واللي تقدر تبحث عنها بنفسك. وكمان من كتر ما القصة دي كانت مجنونة اتعمل عنها فيلم في التسعينات بتحكي القصة دي كلها بالتفصيل. يلا بينا مع بعض نشوف ايه الحكاية دي. القصة بتبتدي في ستينات القرن الماضي، وتحديدا في الفترة دي كانت بعد نهاية الحرب العالمية التانية بفترة نسبيا مش كبيرة، فالعلاقات بين الدول العظمى كانت لسه مش أحسن حاجة. وكان في الفترة دي بقى في حرب بين الدول، ولكن من نوع تاني، مش حرب بأسلحة وجيوش فتاكة ونووي زي ما حصل قبل كده، ولكن دي كانت حرب باردة، والنصر بيكون على أساس مين معاه معلومات أكتر ويقدر يضر الخصم بتاعه، ولكن طبعا من غير ما يتمسك ولا يتعرف ان هو السبب في الدمار ده. وعشان كده في الفترة دي هتلاقي كان في جواسيس كتير، اذا كان من امريكا او انجلترا او فرنسا وغيرها من الدول. ولكن الثلاث دول اللي انا ذكرتهم دول كانوا هما اهم 3 دول في الفترة دي من ناحية الحرب الباردة، لان كل دولة منهم كان عندها جهاز استخباراتي ما يخرش المية وما تقدرش تمسكه مهما عملت. وبالفعل احنا هنتكلم في قصة النهاردة عن واحد من الجهاز الاستخباراتي الفرنسي، ولكنه كان في الصين. بس عشان نفهم طبيعة وظيفته والمهمة اللي كانت مطلوبة منه لازم نفهم بقى طبيعة الصين في الوقت ده بشكل سريع. الصين في الوقت ده كانت في حالة صعبة جدا، وكانت تعتبر من الدول المتخلفة، وكانت على حافة الانهيار بسبب الحرب اللي كانت بينها وبين اليابان. الحروب دي كانت هلكة الدولة حرفيا، وبرضه كان لسه في توابع من الحرب العالمية مأثرة على الصين من نواحي كتير جدا، والوضع كان سيء جدا لدرجة ان كان احيانا الناس في الصين مش قادرة توفر اساسيات الحياة زي الاكل. يعني مثلا كان في بين سنة 1959 لحد سنة 1961 مجاعة مدمرة. احنا بنتكلم ان التقديرات بتقول ان المجاعة دي كانت سبب في موت 40 مليون شخص او اكتر كمان، ده غير الحرب الأهلية كمان اللي كانت في نفس الفترة الزمنية دي. فمن الآخر حال الصين كان يصعب على الكافر. وفوق بقى كل ده معظم الدول الغربية ما كانتش معترفة بالصين أصلا في الوقت ده، وما كانوش بيتعاملوا معاها. لكن الوضع ده ما فضلش كده لفترة طويلة، لأن جه واحد اسمه ماو تسي تونغ، واللي مسك الصين في الفترة دي وكان قادر على انه يعمل ثورة في كل حاجة تقريبا، على مستوى الثقافة والتعليم والاقتصاد، وكمان قوة الجيش وكل حاجة حرفيا. يعني من الاخر خلى الصين تقف على رجليها تاني، وهو اللي يعتبر اسس للدولة القوية اللي احنا شايفينها دلوقتي دي. وفي الوقت ده فرنسا قررت انها تعترف بالصين. صحيح كان قرار غريب بالنسبة للدول الغربية وما كانش حد فاهم ايه اللي بيحصل، ولكن فرنسا كانت عايزة تضمن الصين، وتم اعلان العلاقات الدبلوماسية دي بشكل رسمي بين الدولتين سنة 1964، وتعمل سفارة فرنسية في الصين وتحديدا في بكين. وهنا بقى يجي دور واحد من أبطال قصتنا، وهو برنارد بورسيكوت. برنارد كان من ضمن الدبلوماسيين الفرنسيين اللي شغالين في السفارة اللي في الصين، وتحديدا كان شغال السكرتير الثالث للسفير اللي هناك. طبعا من بعيد يبان ان المنصب ده مش مهم قوي، اصله سكرتير، وكمان مش الاول ولا حتى التاني، لا ده التالت، يعني في ناس اتقل منه بكتير. ولكن احب اقول لكم ان برنارد كان عنده دور مهم جدا في السفارة الفرنسية في الصين، لانه مش بس كان مجرد سكرتير، لكن برنارد كان يعتبر جاسوس بيجمع المعلومات من كل انحاء الصين عشان بلده وعشان السفارة. طب ده كان بيحصل ازاي؟ برنارد زي ما قلنا كان السكرتير الثالث، فكانت الناس بتتعامل معاه على انه موظف عادي ملوش لازمه، ودي كانت ميزه رهيبه بالنسبه له، لانه ما كانش مشهور مثلا ولا بيتم ذكر كتير ولا حتى بيطلع في التلفزيون ولا حاجه. وكمان كان احيانا بيتم تقديمه على اساس انه محاسب اصلا مش دبلوماسي، واحيانا كتير كان بيتم تهميش دوره السياسي، ودي ميزه مهمه ليه وهو قدر يستغلها احسن استغلال. طب هتقولي ازاي؟ هقولك ان برنارد كان بينزل الشوارع الصينية وبيقعد يتكلم مع الناس ويجمع منهم معلومات، ويعرف ايه رأيهم مثلا في النظام الحاكم للصين، طب ايه رأيهم في العلاقات بين الصين وفرنسا، وغيرها من الأسئلة.
من الآخر هو كان بيستغل إن محدش يعرفه عشان يجمع المعلومات من كل مكان، عشان طبعا يفيد بيها بلده. وفي نفس الوقت على مستوى السفارة فهو كان شخص مهم وكان ليه أدوار كتير فعالة، وكمان كان بيحضر كل الاجتماعات المهمة مع أتقل ناس في السفارة، فكان عنده معلومات كتير جدا وده خلاه شخص مهم. لحد ما في مرة كان معمول حفلة للاحتفال براس السنة مخصوص للسفارة الفرنسية وكان حاضر فيها برنارد، لكنه ما كانش يعرف إن الحفلة دي هتبقى بداية دمار حياته. المهم في الحفلة دي بقى كان في مغنية أوبرا مشهورة في الفترة دي في الصين وكان اسمها شي بيبو، وفي الفترة دي مغنيات الأوبرا كان بيبقى ليهم مكانة عالية في المجتمع، وكانوا دايما بيبقوا عارفين المشاهير والسياسيين والناس المهمة وكده، لأن دي الطبقة اللي كانت بتحب النوع ده من الفن. المهم بقى برنارد وهو في الحفلة شاف شي وصوتها وجماله وانبهر بيها هي وجمالها وكل حاجة، وراح برنارد اتكلم معاها بعد الحفلة دي ودي كانت بداية علاقتهم. وفي اللحظة دي كده تم الإيقاع ببرنارد. في الحقيقة بقى إن شي ما كانتش بس مغنية أوبرا، لكنها كانت جزء من الاستخبارات الصينية، وكان دورها إنها تقرب من السياسيين المهمين، وبما إنها كانت مغنية أوبرا فكان دورها سهل شوية، وكانت بتحاول إنها تعرف منهم معلومات مهمة، وبجانب ده كمان كانت بتجند ناس عشان يدخلوا في الاستخبارات الصينية. وبعد ما برنارد عرف شي حبها من أول لحظة حرفيا، وعلاقتهم ابتدت تتطور واحدة واحدة. يعني في الأول كانوا بيتكلموا بس مع بعض من وقت للتاني، بعد كده برنارد يحضر لها شوية من حفلاتها، بعد كده يعزمها مرة على العشاء، وبعدين بدأوا يجيبوا لبعض هدايا ويقعدوا يتكلموا، وفضلوا يقربوا من بعض أكتر وأكتر لحد ما بقوا على علاقة مع بعض. ولكن طبعا الكلام ده كله من غير جواز، وده بسبب مراكزهم الحساسة هما الاتنين. يعني برنارد واحد شغال في السفارة الفرنسية، ولو تعرف انه اتجوز من واحدة من الصين ممكن يحصل مشاكل، وخصوصا ان العلاقة بين الدولتين لسه مش احسن حاجة. وفي نفس الوقت برضو شي ست معروفة ومشهورة، ولو تعرف انها على علاقة بواحد مش صيني ممكن يحصل لها مشاكل والناس تبتدي تهاجمها. ففضلت علاقتهم في السر فترة ومحدش يعرف عنها اي حاجة، وكانت علاقتهم غريبة جدا بحكم شغل كل واحد فيهم، وده بسبب انهم ما كانوش دايما مع بعض. يعني كانوا يبقوا شوية مع بعض، بعد كده يحتاج برنارد يسافر مثلا بحكم شغله او يكون مش عارف يروح لها وهكذا. وبرضه شي كانت نفس الفكرة بحكم انها مغنية مشهورة وبيكون ليها حفلات كتير في كل حتة في الصين، واحيانا ممكن تخرج بره، فما كانوش بيقعدوا مع بعض كتير. ولكن الوضع ده كان مريحهم هما الاتنين عشان ما يبقاش فيه شكوك كتير حواليهم. ومع الوقت لما شي قربت اكتر من برنارد ابتدت تتكلم معاه اكتر واكتر. في الاول كان بيبقى كلام عادي زي مثلا يومك عامل ايه، طب عملت ايه في الشغل وهكذا، بحيث انها تكسب ثقته ويقعد يفضفض لها. ومع الوقت الاسئله دي ابتدت تخلي برنارد يبقى واثق فيها، ومع حبه ليها فبقى احيانا بيقع بلسانه حتى من غير ما هي تطلب منه، وبيقول لها مثلا ده حصل كذا في الشغل النهارده، او يحكي لها مثلا عن حاجه حصلت في اجتماع هو فيه وهكذا. ابتدت شي تقول له طب انت ايه رأيك في الصين، طب انتوا الفرنسيين بتحبوا الصين ولا لا، وعرفت منه ان فرنسا الى الان لسه قلقانه شويه من الصين، وخصوصا بعد ما تم الاعلان من الصين انهم شغالين على برنامج نووي، وما كانتش فرنسا عارفه تحدد هل الصين حليف او لا. ولكن بالمناسبة بعد كده فرنسا هتتعاون مع الصين في البرنامج ده تحديدا، وهتديلها بعض التقنيات النووية السلمية، ويرجع جزء من الفضل في الموضوع ده لشي. ومن اللي عرفناه بعد كده من مذكرات برنارد انه كان بيوصف علاقته مع شي وبيقول انه كان دايما بيروح لها في العتمة، والمكان اللي كانوا بيقعدوا فيه كان دايما بيبقى مظلم او قليل الضوء، وهو كان بيحب الاجواء دي قوي وكان بيستمتع بيها، وكانت بتخرجه من مود الشغل والسياسه والارهاق الذهني. وخليكم فاكرين كويس قوي موضوع العتمه ده عشان هنحتاجه كمان شويه. المهم بعد تقريبا ما فضلوا مع بعض سنه كامله اتصلت في مره شي برنارد وقالت له انها حامل منه، لكن طول فتره الحمل دي تقريبا ما شافوش بعض خالص، وكانت كل شويه بتطلع بحجه شكل، اصل انا عندي حفله فين، اصل انا قاعده مع مين عشان يعتني بيا ومش هتعرف تيجي والكلام ده كله. واول مره يشوفها برنارد بعد الخبر ده كان بعد ما خلفت على طول، ووقتها كان رايح طبعا عشان يشوف ابنه واللي سماه شي دودو. وشي في الوقت ده قالت له انها متفهمه مركزه الحساس، وان العلاقه اللي هم فيها دي تعتبر عار عليه لو تم اكتشافها، وخصوصا انها في الخفاء، وغير كده لانه فرنسي وهي صينيه وده ممكن ياثر على سمعته. واقترحت عليه انه ممكن ما يسميش الولد باسمه، وانه ممكن يسجله باي اسم تاني وخلاص. ولكن برنارد حب الولد ده وقال انه هيسميه باسمه، وشعار الابوه بقى كان مأثر عليه قوي، وبالفعل شي دودو اتسجل باسم برنارد، وعاشوا كعيله واحده مترابطه جميله. وكان برنارد كانه عايش في حلم، وكانت الفتره دي واحده من اسعد فترات حياته، بقى متجوز من واحده بيحبها وعنده ابن بيكبر قدامه وشغال في مركز مرموق والدنيا تمام.
وفي الوقت ده الاستخبارات الصينية لما لقت ان الوضع بقى كويس بالنسبة لشي وبقى برنارد واثق فيها اكتر من الاول، قرروا انهم يصعدوا بالمستوى مع برنارد، وبقت شي تسأله عن معلومات اكتر حساسية، زي مثلا ايه اللي بيتقال في الاجتماعات اللي انت فيها، طب انتوا ناويين تعملوا ايه الفترة الجاية، وهكذا. وطبعا هو كان بيقول لها المعلومات بحسن نية، دي حبيبته وام ابنه اكيد مش هتأذيه يعني. ومع الوقت كمان ابتدت تسرق منه بعض الأوراق السرية اللي كانت بتبقى معاه من غير ما ياخد باله، وكانت بتوديها للاستخبارات الصينية، وأخدت منه كمية معلومات رهيبة. وكان من ضمن المعلومات دي مثلا اللي عرفتها المخابرات الصينية عن فرنسا بسبب الأوراق اللي اتسربت دي، إن فرنسا ناوية إنها تغرق السوق الآسيوي بشكل عام بمنتجات فرنسية ويعملوا تجارة كبيرة هناك، وكانوا داخلين بشكل كبير قوي في السوق الآسيوي. ولكن لما الصين عرفت المعلومة دي قررت إنها تتدخل، وراحوا شافوا فرنسا ناوية تصدر منتجات ايه والانهي دول، وبقت الصين تروح هناك وتنافسها وتبيع هناك منتجات في نفس الجودة او اعلى كمان وبسعر اقل من سعر المنتجات الفرنسية. فبالتالي الصين كسبت السوق الاسيوي كله على قفا فرنسا. وغيرها من المعلومات اللي عرفتها شي واللي من ضمنها رأي فرنسا في المشروع النووي الصيني وغيره. المهم بعد الكلام ده قررت الاستخبارات الصينية تاخد اللعبة مع برنارد المستوى اعلى كمان وكمان. وفي يوم من الايام في شخص من الحكومة الصينية اسمه كانج شي طلب انه يقابل برنارد بنفسه، وقال انه محتاج يكلمه ضروري جدا في موضوع مهم لا يحتمل التأخير. فراح برنارد وقابل كانج، وهنا كانت المفاجأة. كانج قال لبرنارد ان في ناس في الحكومة عرفت ان في علاقة بينه وبين شي، وانهم كمان خلفوا، والوضع ده ما كانش عاجب حد من اللي عرفوا، وكانوا عايزين يتخلصوا من شي وشي دودو ويقتلوهم. لكن كانج قال لبرنارد انه عنده حل تاني ممكن يمنعهم من الموت، وهو ان برنارد يتعاون معاهم ويقول لهم كل المعلومات اللي هم محتاجينها منه. وفعلا ده اللي حصل. برنارد كان خايف على حياة حبيبته وابنه، فقرر انه يتعاون مع الحكومة الصينية وقال لهم كل اللي كانوا محتاجينه. وكانوا في الاول بياخدوا منه معلومات خفيفة وما تضروش، ولكن مع الوقت ابتدوا انهم يزودوا في الموضوع وياخدوا معلومات اهم واهم. ولو مرضاش يقول معلومة كانوا بيقولوا له ما تنساش ان ابنك وحبيبتك في ايدينا. وفضل الوضع كده وبرنارد مش عارف يعمل ايه لحد ما قدر واخيرا يطلع ابنه بره الصين. وكان في الوقت ده الولد تم 16 سنة. وبعدها بفترة برنارد وكمان شي راحوا مع ابنهم وعاشوا في باريس. وفضل الوضع كده شوية، وافتكر برنارد انه خلاص كده خلص من وجع الدماغ ده. ولكن اخيرا بقى الاستخبارات الفرنسية فاقت وحست ان في معلومات كتير بتتسرب للصين، فقعدوا يحققوا واكتشفوا علاقة برنارد بشي، وحققوا معاهم واكتشفوا الحقيقة وان شي هي اللي ورا كل التسريبات دي، وانها قدرت لوحدها انها تسرب اكتر من 500 وثيقة رسمية. وكمان اكتشفوا حاجة ما يصدقهاش عقل. اولا ابن برنارد شي دودو في الحقيقة مش ابنه ولا حاجة، لكنه في الحقيقة طفل تم شراؤه من أحد الدكاترة في الصين، وقالوا له وقتها إن ده ابنه، لأن زي ما قلنا فبرنارد ما شافش شي ولا مرة أثناء فترة الحمل من أساسه. وأقول لك بقى على التقيلة كمان، شي ما طلعتش ست أصلا. طبعا انت بتقول ازاي يعني، فهقول لك أيوة دي الحقيقة. شي طلعت في الآخر عميل صيني سري، وكان متنكر على هيئة واحدة ست ووقع ببرنارد. هتقولي طب ازاي والمفروض انهم حصل بينهم علاقة والنتيجة الولد اللي المفروض ان برنارد مفكره ابنه؟ هقولك فاكر العتمة اللي كنا بنتكلم عليها وان برنارد حبها؟ اهي دي كانت السبب في انه ما يكتشفش حاجة، لان شي في الاول كانت بتبقى معتمدة ان العلاقة تبقى في الضلمة بحيث انه ما ياخدش باله من حاجة. ومع الوقت وخلال 20 سنة كاملة برنارد بقى متعود على الضلمة والعتمة، وكمان كانت بتفصله من ضغط الشغل، فعشان كده عمره ما اكتشف حاجة. ومن الواضح انه في مية البطيخ اصلا، اصل ازاي خلال 20 سنة ما تاخدش بالك من حاجة زي دي؟ بس ما علينا، ده مش موضوعنا دلوقتي. وطبعا ولا شي ولا الولد الصغير كانوا في خطر ولا نيلة، وكل ده كان فيلم هندي معمول على برنارد. واللي بعد ما الاستخبارات الفرنسية عرفت الكلام ده كله وواجهته بيه كان مش مصدق نفسه وبيقول اكيد الكلام ده مش حقيقي، لحد ما شاف كل الادلة اللي بتثبت ده. وساعتها دخل برنارد في صدمة وانهيار عصبي، وطبعا تم اعتباره خاين وباع معلومات عن وطنه. فتمت محاكمته هو وشي في فرنسا، واتحكم عليهم بالسجن لمدة 6 سنين. ولو شفت وش برنارد طول المحاكمة فهو ما كانش مصدق اللي بيحصل، وكل شوية يبص للعميل الصيني اللي خدعه في ذهول كأنه حاسس ان كل ده حلم ومفيش حاجة منه حقيقة. المهم ان بعد سنة واحدة بس طلعوا هما الاتنين من السجن بسبب زن الصين على فرنسا انهم لازم يطلعوا العميل بتاعهم من السجن. وبعدها برنارد حاول يكمل حياته، بقى من وقت للتاني يشوف الولد اللي كان فاكره ابنه وحاول يتخطى اللي حصل فيه ده. اما بالنسبة للعميل الصيني اللي كان عامل فيها ست فهو رجع تاني على الصين، وتقريبا حواره انه يبقى ست ده كان عاجبه قوي، فبقى يطلع في حفلات اوبرا غنائيه بهيئه المغنيه شي بيبو. وفضل الوضع كده فتره لحد ما مات العميل الصيني. ولما عرف برنارد الخبر كان فرحان، وكانت واحده من اسعد لحظات حياته ان الشخص اللي خدعه طول 20 سنه اخيرا مات.
وبس كده خلصت قصتنا عن واحدة من أغرب الحروب الجاسوسية في التاريخ، واللي بتبين لك قد إيه ممكن الإنسان يعمل حاجات مجنونة في سبيل مصلحته. حابة أعرف رأيكم في الفيديو، إيه الحاجات اللي حابين إننا نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابكم اللي ممكن يحبوا المحتوى ده، واستنوني الفيديو الجاي مع قصة جديدة. سلام.